طبعا انتوا فاكرين ان الابسايد داون تشيز كيك دي واخده مجهود عشان تتعمل، بس في الحقيقه هي سهله جدا. عملتها من غير صينيه تشيز كيك، لو جربتوها مش هتعملوا غيرها. هنحتاج بسكوت ساده نضربه كويس، كاتبالكوا كل الكميات، وهنضيف عليه زبده، ولازم يتقلبوا كويس مع بعض لحد ما يبقى عامل زي الرمل المبلول كده. جبت صينيه وغلفتها بورق فويل وحطيت عليها كيس نايلون، وبعدين ضفت البسكوت. هنضغط عليه بقى ونعلي الحواف. ممكن تستخدموا كوبايه معياريه هتساعدكم قوي. ندخلها التلاجة نص ساعه لحد ما نحضر كريمه الجبنه. هنحتاج كريم شانتيه عليه لبن متلج، نضربهم كويس ونضيف عليهم اي نوع جبنه كريمي. بصوا الجمال. طلعت الصينيه من التلاجة وضفت نص كميه الكريمه. هستخدم مربى ساندلفور، مربى طبيعيه 100% متحليه بعصير العنب. مش متخيلين طعمها حلو قد ايه. انا استخدمت اللي بالتوت، عندهم فليفرز كتيره جدا. حطيت بقيه الكريمه ودخلت الصينيه التلاجة لتاني يوم، اقل حاجه 6 ساعات. عايزه اقول لكم اتقلبت ببساطه جدا. فكره الورق الفويل دي من اختراعي، بس طلعت تحفه. اما بالنسبه للتشيز كيك فانا مش مسؤوله لو ادمنتوها. بالنسبه لي احلى طريقه للتشيز كيك، مفيش ألذ من كده.